عاشق الامل ليه بتحب صدام حسين رغم كونه طاغية وظالم وترك وطنه فريسة سهلا للاحتلال الامريكي؟ وليش تعمل مسلسل عن هذا الطاغية؟ الله اكبر. يا عاشق الامل، انا عم بشتم ليلا نهارا على النت لانه انا عندي راي خلافا لما تقول في صدام حسين. حضرتك لو دخلت على النت وتصفحت شوي هتشوف انا من الملعونين على اعتبار اني انا اكره صدام حسين. ايه المساله بالنسبه لي؟ ما مساله يعني بصراحه ولدني اني انا اكره صدام حسين او احب صدام حسين في الاخر. انا رجل لست يعني لست اقول الاخوان المصريين بتاع اشخاص، انا بتاع اوطان. الرئيس صدام حسين بدون ادنى شك هو شخصيه طاغيه كما ذكرت، وهو دكتاتور، ولا شك انه رحمه الله عليه يتحمل مسؤوليه كبيره جدا عما آل اليه العراق اليوم. طبعا ما يحزنني جدا انه من جاء بعد صدام حسين والمفروض ان الامل معقود عليه لان يكون العراق وطنا امنا وديمقراطيا ويحكم بطريقه بعيده عن الطغيان وبعيده عن القتل وبعيده عن استخدام لغه العنف. الحقيقه انه كان فريسه التجاذبات الطائفيه والتجاذبات الحزبيه الضيقه والصراعات السياسيه اللي جعلت حياه الناس غير امنه. وانا برايي انه ما حصل بعد العراق اكسب الرئيس صدام حسين بعض التعاطف لدرجه اني انا بعرف بعض الاشخاص من غير عاطفيين على الاطلاق ومن المعادين جدا لصدام حسين، وحتى يعني هن عراقيين كانوا يعني لاجئين سياسيين في المنافذ بسبب صدام حسين، وصلوا ل يعني قناعه في بعض الاحيان انه لا، يا ريت انه بقي صدام حسين ولا وصل العراق الى ما وصل اليه الان. هلا هذا كلام يقال، لكن بالاخير احنا بنتمنى انه العراق لا يكون عايش تحت حكم يشبه حكم صدام حسين، وبنفس الوقت ما يكون عايش ازماته الان، ازمات المحصه الطائفيه الضيقه والصراعات يعني على الفساد وعلى المال وعلى الدولار. وبالنهايه ما فعلوه الامريكان في العراق هو شيء يعني مرعب ومذهل، وانا برايي انه من المشحن ان يتجاوزه التاريخ دون توقف. الامريكان بيحلوا للجيش العراقي والامريكان بتعاملهم مع ثروات العراق بهذه الطريقه، انا رايي انه من سببوا اذى للعراق يعني يفوق الاذى الذي سببه الرئيس صدام حسين الله يرحمه. فعمليا انا دائما بشوف الاوطان اكبر من الاشخاص كائنا من كانوا هؤلاء الاشخاص، وبتمنى ان يكون يعني رايي واضح في هذا الموضوع. سبق واوضحته في عدد كبير من اللقاءات وهلا اوضح. ومساله اني نعمل مسلسل عن صدام، انا مالي بصدد اني اعمل مسلسل عن صدام، بس حتى لو حصل يوم من الايام حدا عرض علي مسلسل عن صدام انا بيسعدني اني اعمل هذا الشيء، بيسعدني اني امثل شخصيه صدام مو على اساس اني انا بحب او بكره صدام حسين، على اساس انه نحن نحكي اللي صار، على اساس انه نحن نقدم التاريخ حقيقه للناس، لانه التاريخ له فضيله عظيمه جدا، هي ليس نبش القبور ولا تمجيد الاشخاص. ليس الهدف من المسلسلات هو ان تكون مرافعات للعن الاشخاص او ان تكون مشاريع تماثيل رخاميه للاشخاص. الهدف هو الاستفاده من درس التاريخ، هذا ما يجب ان نسعى اليه ونتعلم.